بعيدة الكرة لرونالدو. بنزيما، رونالدو مرة ثانية، رونالدو بكرة خطيرة، في نهاية المطاف على كوفاسيتش. رونالدو لبنزيما، بنزيما لرونالدو، رونالدو لكوفاسيتش، والجول الأول للريال. أول أهداف المباراة عند الدقيقة 37 بشق الأنفس فعلها الريال وفعلها الكرواتي كوفاسيتش الذي يسجل أول أهداف هذا الموسم مع الريال في ثاني موسم له. لعبة كم كانت رائعة بين بنزيما ورونالدو، ثم كوفاسيتش في العمق في وضعية مهاجم إضافي يفتتح مجال التسجيل تحت أرجل اللاعب رولي. جول الريال عند الدقيقة 38 من عمر اللقاء. ريال مدريد جول، ريال سوسيداد 0. مباراة تصبح أفضل الآن وأجمل طبعا بعد ما سجل الريال، لأن عناصر ريال سوسيداد ستخرج، عندها القدرات لكي تخرج وتبادر وتهاجم. وانطلق مرة ثانية كوفاسيتش يبعث رونالدو، جول كوفاسيتش مسجل الهدف الأول، يمنح كرة الجول الثاني لرونالدو للريال. استلمها رونالدو على خط وضعية التسلل وتوغل ببراعته وبأناقته وبهدوءه وببرودة أعصابه وبذكائه، يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في ظروف صعبة يمر بها الريال. في الظروف الصعبة متفوق بهدفين مقابل 0، فما بالك عندما يكون في أفضل أحواله وبكامل تشكيلته. رائعة التمريرة من قبل كوفاسيتش، حطها لك بالمليمتر، الكرواتي للبرتغالي، البرتغالي في شباك الأرجنتيني رولي. جول ثاني لريال مدريد عند الدقيقة 5 من انطلاقة هذا الشوط الثاني من المباراة. الهدف الثالث عشر لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، هذه المرة كان أمام ريال سوسيداد 2-0. فريق يلعب وآخر يسجل، هي الكرة هي هكذا، الكرة أهداف، الكرة شباك، الكرة في نهاية 90 دقيقة لن تذكر من لعب أفضل ومن ضيع ومن استحوذ، بل تذكر من سجل ومن فاز في هذه المباراة. زيدان يدرك جيدا قيمة هذه المباراة، أولا للعودة إلى الواجهة بهذا الفوز، وثانيا للاستثمار في تعثر إشبيليا وتعثر برشلونة ظهر اليوم. إشبيليا خسرت والبارسا تعادلت، والريال مدريد يريد أن يعمق الفارق، يريد أن يصل للنقطة